استنى بس تعالَ أقول لك على معلومة كده وأنت بتسكرول، الزمالك النهارده بيطلع أخبار إنه توقّف القيد بتاعه للمرّة السادسة، أيًا كانت الأسباب سواء إدارة، سواء لعيبة، سواء قضايا في الفيفا، مدربين، بس مش دوّة اللي إحنا جايين نتكلم فيه ولا جاي أقول لك أسباب. أنا عندي سؤال مهم ومحتاجين حد يجاوبنا عليه، والسؤال هو إن في أخبار النهارده طلعت عن الزمالك إنه عنده عجز في الميزانية 452.000.000، صارف 849.000.000 وإيراداته 397.000.000. الفلوس دي بتروح فين؟ وده السؤال اللي إحنا محتاجين نفهمه، أنت بتتكلم يا باشا في إن ألعاب الصالات بس مصروف عليها 277.000.000 ما جابتش غير بطولة واحدة، ده غير طبعًا صفقات الصيف اللي الزمالك صرف فيها مبالغ كبيرة جدًا، وكان أكتر نادي مصري صرف في الصفقات بتاعة الصيف بزيرة وعدي الدباغ ولاعيبة كتير جابها، وصلت الأرقام ل7.000.000€، فمحتاجين حد يرد علينا، محتاجين حد يجاوبنا، يفهمنا، يرد على السؤال بتاعنا إن فين الفلوس ديّة أو المبالغ الكبيرة اللي بتخش لنادي الزمالك دي ليه ما بتتصرفش في مكانها الصح؟ وده اللي باين دلوقتي، أنت بتبُص دلوقتي على الفرقة كل واحد بيشتغل لمصلحته الشخصية، فين طيب مصلحة الزمالك؟ ما ينفعش مشاكل زي ديّة تكون في نادي بحجم نادي الزمالك وبحجم قوة نادي الزمالك، وتلاقي الناس في البرامج عمّالة تتكلّم وإن محتاجين دعم ومحتاجين الدولة تُقف معانا، طب ما هو أنت دلوقتي ما بتُقفش مع نَفْسك، ما بتساعدش نَفْسك عشان حد يُقف معاك، أنت لو بتشتغل صح، بتخدم مصلحة النادي صح، أكيد ما كنتش هتتحط في المشاكل دي، يعني مش مقبول تمامًا إن الزمالك يبقى عنده مشاكل موجودة عند أندية درجة تانية دلوقتي، يا جماعة عيب جدًا نادي بحجم نادي الزمالك يكون عنده مشاكل زي دي، فنتمنى الفترة اللي جاية نشوف إن الزمالك المشاكل اللي فيه بتتحل، لإن مش مقبول تمامًا إن نادي بحجم الزمالك يكون عنده المشاكل دي، وطبعًا مش من مصلحة الكورة في مصر إن النادي بحجم الزمالك يكون بالشكل ده.